بسم الله الرحمن الرحيم. الهدف الأول للأسطورة ناصر منسي في الثانية العشرين حلو أوي زي الفل. نكمل بقى وندوس بنزين ونستغل حالة الدربكة والخضة اللي خدتها البنك الأهلي. لا إزاي عم بسير يقول لهم لا ارجع يابا ارجع دافع. طب ندافع ونعمل هجمات منظمة؟ لا لا لا، ما ينفعش معاك الكلام ده. احنا ندافع ونلعب على الكرات الطولية. ارمي على ناصر منسي، ارمي على الجناب، كرة بقى طايشة كده، مدافع يغلط في تشتيته، مدافع يعمل ميس باص، نستغل ممكن الكلام ده، كرة ثابتة بتاع. انما نلعب كرة لا. يا جدعان حد يشوف للزمالك جلدة حنفية، عشان الزمالك مش مبطل تنقيط. معناش مدرب، احنا معانا سباك. حرفيا الراجل ده أسوأ مدرب مسك الزمالك يمكن من 20 سنة. واحد هيقول لي طب ما هو معهوش سكواد، في فقر في السكواد، معهوش دكة، هيعمل ايه يا بابا يا حبيب قلبي؟ على الأقل يبقى الفرقة ليها شكل، تحس إن المدرب بيقول حاجة، بيلعب بنمط معين بطريقة معينة. في فرق كتير قوي في الدوري بتلعب كرة أحسن منك بكتير ومعهاش نص السكواد اللي معاك، بس في مدرب بيلاعب الفرقة بطريقة معينة بتكتيك معين بنمط معين محفظ اللعيبة جمل معينة. إنما لا، مع باسيرو ما فيش الكلام ده. مع باسيرو هو بينزل يرص المدافعين ويلعب على الكرات الطولية، مفيش أي حاجة. طب ما فريرا كان بسكواد يمكن اقل من السكواد ده وخد 2 دوري ورا بعض، بس الراجل دماغه شغاله بروف بيفكر، لدرجه ان هو صعد لك ساعتها يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر وحسام عبد المجيد، وكان معاه بقى عبد الغني وشويه برضك لعيبه كسر، بس كان معتمد على الكام نجم اللي عنده، كان مسنود عليهم مع الخطه اللي بيعملها. رغم ان هو في وقت من الاوقات في الدوري خده كان قلب الطريقه ل 3-4-3. ما هي 3-4-3 مش خطه دفاعيه بحته زي ما الناس فاهمه، لا بالعكس، الخطه دي متوسطة. يعني ايه؟ يعني وانت بتهاجم تبقى خطة هجومية كتير، يعني عندك جناحين وعندك هافين ونجين بيهاجموا مع الجناحين، فهي وعندك صانع العاب برضك يعتبر، وعندك مهاجم. ما هي خطة مش دفاعية بحت زي ما الناس فاكرة. وفي حالة الدفاعية الخطة اللعيبة بترد بسرعة فبتتأمن. فهي خطة كويسة مش خطة وحشة، بس لما تستخدم صح ومش على الفاضي وعلى المليان. ومش لما انت تبقى طول الماتش مش هين عليك تسحب مدافع تالت وتزود حد في نص الملعب او حد في الهجوم عشان خاطر انت الفرقة الاكبر، انت المطالب منك الفوز. التعادل او الهزيمة مش حاجة حلوة، مش حاجة تتفخر بيها عشان تفضل محتفظ بالثلاث مدافعين. ده اول حاجة. تاني حاجة بقى، نيجي بقى مشكله الحكام. هي الحكام وبعدين لحد امتى؟ احنا السنه دي لحد دلوقتي فاقدين لا يقل عن 16 17 18 بونت بسبب التحكيم. ضربات جزاء تحسب علينا غير صحيحه، لا اما ضربات جزاء ما تتحسب لناش. حاجات بجد يعني غريبه. النهارده الحكم الشوط الاول حسام عبد المجيد ليه الكره دي، بص بص يعني، الكره دي ولا انت حسبتها ولا الفار رجعك فيها، رغم ان هي اقوى بكتير من كره البنك الاهلي اللي انت حسبتها ضربه جزاء على ناصر منسي، اقوى بكتير لدرجه ان مفيش حد اختلف ان الكره دي ما تحسبش ضربه جزاء، كله اجمع انها ما فيهاش حاجه. انت بتعمل ايه؟ احنا فاكرينك رايح تراجع الفار عشان المفروض يا نور يطرد، اللي عنده انذار اللي داخل في عمر جابر بكوعه في صدره وهو عنده انذار. لا اتاريك رايح تشوف كرة بقى لها دقيقتين اصلا معديه وما فيهاش حاجه اصلا. انتوا عايزين مننا ايه؟ وبعدين لحد امتى نفضل نتظلم؟ لحد امتى الجمهور بتاعنا بس عمل شويه نوش اتوقف ماتشين؟ جمهور الاهلي لسه الماتش اللي فات كميه شتيمه وكميه الفاظ على النادي المصري، باختلاف ما النادي المصري غلطان مش غلطان انا ماليش دعوه بالقصه دي. فين العقوبات اللي اتعملت على الاهلي؟ مفيش. فين اللوائح اللي بتطبق؟ مفيش. وبعدين لحد امتى؟ لحد امتى الحكام هتفضل كده؟ يعني نعمل ايه؟ يعني احنا بايدينا ايه نعمله؟ الاداره بتاعتنا ما بتعملش حاجه، طب الجمهور يعمل ايه؟ والاداره ممكن تعمل ايه اصلا للحكام؟ هتعترض؟ هتعمل ايه؟ تجمع بقى كل الاخطاء دي وتعمل ملف محترم وتطلع بيه للفيفا؟ مستحيل يحصل، مش هيحصل الكلام ده. الدوله مش هتسمح لك تعمل كده.